السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب تكونوا بخير وسنة سعيدة عليكم وعلينا جميعا يا رب. ربنا يبلغنا رمضان والايام اللي جاية الجميلة يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا يفك الكرب للجميع يا رب، ويصلح حال احوالنا واحوالكم واحوال المسلمين اجمعين. اللهم امين، انا وكل من قال امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب النهارده الفيديو بتاعي عبارة عن ايه؟ النهارده بناء على طلب الجميع اللي جرب معايا المجموعه او المنتج ده، انا جبت منه لسه الاوردر واصلني حالا حالا حالا. جبت منه مجموعه زي ما انتم شايفين كده، مجموعه عنايه للشعر، حاجه غايه في الجمال وغايه في الروعه. طبعا زي ما انتم شايفين كده العبوه 1000 مللي، يعني ازازه كامله لتر كامل، بسم الله ما شاء الله. يعني تقفيل شركه، حاجه ما فيهاش امونيا، حاجه نظيفه، حاجه مضمونه، حاجه ممتازه. ريحه وجوده وخامه وماتيريال، حاجه نظيفه نظيفه نظيفه. طبعا احنا بنستخدم الحاجه دي لان ناس كتيره جدا مش شرط تبقى عامله بروتين بتشتكي ان الشعر بيسقط، ان الشعر فيه ضعف، ان الشعر مقصف، ان الشعر فيه مشاكل كتير. مش شرط ابقى عامله بروتين عشان تبقى الشكوى بتاعتي دي كتيره او مستمره. طبعا اللي معايا النهارده ده معايا سيرم. السيرم ده نتكلم عنه سريعا كده في الاول. السيرم ده هحاول اقرب لكم كده، اعرفكم السيرم ده ايه وفايدته ايه اصلا للاطفال وللكبار. اي حاجه في الحاجات دي يا جماعه ينفع استخدمها للاطفال وللكبار. السيرم ده زي ما انتم شايفين كده فوق مكتوب ارجان، ومكتوب جوجوبا، ومكتوب فيتامين سي. زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو، انا بحاول اقرب عشان تبان الصوره اوضح. اهو مكتوب ارجان وجوجوبا وفيتامين سي. تمام. طيب ده بالنسبه للسيرم. السيرم ده مش لزج ومش تقيل على الشعر. النقطه منه بسم الله ما شاء الله يعني كفيله بانها تدهن الشعر كله، لانه هو ما شاء الله يعني حاجه كده يعني. زي ما قلت لكم في الاول كده تقفيل شركه، حاجه جميله جدا 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 جدا. واهم حاجه تبقى الحاجه عندي مضمونه. السيرم ده زي ما انتم شايفين كده 80 مللي اهو، 80 مللي اهو، 80 مللي. تمام. السيرم ده جميل 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 جميل، وريحته روعه روعه روعه. بيخلي الشعر اقسم بالله زي الحرير، بيعالج سقوط الشعر وتقصيف الشعر. السيرم ده سيرم معالج. في انواع سيرم كتيره جدا 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 عندي. انا ما طلعتش ولا مره احكي لكم عن نوع سيرم انا شغاله بيه. انا عندي 6 7 او 8 او يمكن 10 شغاله بيهم، لان انا بجيب على حسب الزبون اللي عندي. بجيب كذا نوع سيرم، بجيب الغالي والوسط واللي سعره معقول والشعبي. بجيب كذا حاجه بحيث ان الزبون يجي عندي، مش كل الزبون، ان الزبون يجي عندي يلاقي كل حاجه عندي متوفره. انا ماشيه يعني على حسب الزبون. عندي ده وعندي ده وعندي ده الحمد لله بفضل ربنا يعني. لو جبت الغالي قوي مش هشتغل لكل الناس فيه، ولو جبت النوع الرخيص قوي برضو مش هشتغل لكل الناس فيه، ولو جبت الحاجه الوسط برضو في ناس بتبقى عايزه حاجه نظيفه. فانا بضطر ان انا امشي على هوا الزبون. المجموعه اللي عندي دي حاجه جباره عن تجربه. حاجه جميله جدا جدا جدا. ناس كتيره جدا مش شرط تبقى عامله بروتين وبتقول شعرنا بيقع وبينزل وبيتساقط وفي مشكله، ممكن يبقى في انيميا، ممكن تبقى حاله نفسيه او سوء تغذيه. ركزوا يا جماعه، انيميا، حاله نفسيه، سوء تغذيه. واحنا الثلاث حاجات دول ما بنطلعش بره عنهم للاسف الشديد، يعني كلنا بلا استثناء انيميا، حاله نفسيه، سوء تغذيه. طبعا فتره مدارس وفتره مراهقه وفتره شتاء صعب جدا جدا وفتره كرب شديد. ربنا يا رب يعني يفك الكرب عننا جميعا يا رب، اللهم امين. ويجي على دخلة رمضان علينا يعني ايام مباركة كده، يا رب يرفع البلاء والوباء عنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين جميعا. زي ما انتم شايفين كده حكينا على السيرم. السيرم ده زي ما قلت لكم اول مرة اطلع احكي او اتكلم عن نوع سيرم عندي. السيرم ده عن تجربة شخصية. شايفين جميل جدا جدا جدا. طيب نيجي للجميل ده بقى. نيجي للجميل ده اللي هو ايه بقى؟ ده البلسم يا جماعة اهو مكتوب عليها اهو. شايفين الازازه ما شاء الله كده، شكلها كده ازازه يعني خير كده، ملانه خير اقسم بالله. يعني شكل الازازه كده لوحدها يعني جبار. ده ارجان اهو 1000 مللي. شايفين ده ارجان اهو مكتوب عليه اهو ارجان. شايفين؟ تمام. ده بالنسبه ده زي ما قلنا ده البلسم. ده بالنسبه للبلسم. الشامبو بتاعه طبعا ده بينعم نعومه يعني مش قادره اقول لكم. بيخلي الشعر فيه فوليوم، بيخلي الشعر فيه طراوه فظيعه جدا جدا. تحفه صراحه تحفه.
بالنسبه للشامبو ده، الشامبو بتاعه اهو، برضو الازازه اهي 1000 مللي زي ما انتم شايفين، ارجان برضو تمام، مكتوب عليها اهو شامبو تمام زي ما انتم شايفين كده. ادي الشامبو وادي البلسم. نحكي عن الحمام بقى، والحمام اخر حاجه. الحمام جميل جدا، الحمام روعه الروعه، الحمام حته منه بسيطه صغيره بتعمل قلبان. يعني الحمام العادي غير الحمام ده. الحمام العادي ممكن احط حته حلوه يعني على ما الشعر يكون استكفى ويكون الدهن كويس. طبعا الحمام ده حاجه بسيطه منه، يعني قد يعني ايه هنقول، عباره عن معلقه شاي تكفي الشعر كله. ازاي؟ ايوه هي معلقه شاي تكفي الشعر كله. انا كنت بفتح دي عشان اشمها ريحته، لا ده مش دي اللي انا فتحتها تقريبا، يعني هتبقى واحده تانية. الحاجه دي يا جماعه تبع شركه، الحاجه دي تبع شركه مش حاجه سوق. الحاجه دي نظيفه جدا جدا. هو ده اللي انا فتحته بالظبط. شايفين ده الحمام الكريم، اقسم بالله ريحته جباره جباره جباره. شايفين المتانه بتاعته او التقل بتاعه عامل ازاي؟ شايفين؟ مش عارفه انتوا هتبقوا اهو انا بحاول انور جوه. شايفين الحمام عامل ازاي؟ وشايفين بقى التقفيل بتاعه اصلا عامل ازاي؟ يعني مش لازقه محطوطه ولا ورقه محطوطه. شايفين البرشامه بتاعته؟ بصوا بصوا، بحاول افتح معاكم الورقه. بصوا شايفين حاجه نظيفه جدا جدا، حاجه مضمونه، حاجه كويسه. طيب نتكلم على الحمام كده واقول لكم سعره في السوق، عشان لو هتجيبوه مش شرط تجيبوه من عندي، ممكن تجيبيه من اي مكان ويضحك عليكي فيه. بصوا مكتوب هنا كده، وانت مش هتقدري تتكلمي لان السعر مكتوب عليه. مكتوب هنا كده السعر 95 جنيه. طيب 95 جنيه دي انا عامله عليه عرض ببيعه ب 65 جنيه. ازاي يا هدى انت تتمني تخسري فيه وتخسري فيه كمان 30 جنيه في كل قطعه؟ انا كل قطعه عندي كل قطعه 65 جنيه، سواء الشامبو سواء الحمام سواء البلسم، اي حاجه فيهم عرضها على 65 جنيه. ودي الكميه اللي جات لي. للاسف انا طالبه الكميه دي يعتبر من 15 يوم وما جاتليش كامله زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده. حاجه غايه في الجمال وغايه في الروعه، جميله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها زي ما ناس كتيره جربتها وشكرت فيها. انا شخصيا عجبتني جدا جدا يعني. انا السيرم ده اقسم بالله هو الوحيد اللي جه مع شعري، لان انا برضع يعتبر طبيعي. فطبعا انتوا عارفين ان اللي بترضع شعرها بينزل اصلا كله من الرضاعه. فالسيرم ده الوحيد، جربت كذا حاجه، السيرم ده الوحيد اللي جاب نتيجه فعلا فعلا مع شعري يعتبر يعني. السيرم ده جميل جدا 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 جدا. الحمام الكريم ده عندي ب 65 جنيه زي ما قلنا، مكتوب عليه كام للمستهلك 95 جنيه. يعني انا ممكن اجيبه ب 95 جنيه وابيعه لك ب 100 جنيه واقول لك ايه ده مكسبي ومش مكسبي زي ما الناس بتعمل بره. انا مش كده خالص، انا صريحه وواضحه وضوح الشمس. حمام الكريم مكتوب عليه 95 جنيه للمستهلك. انا ليه ببيعه ب 65؟ لان انا بتعامل انا يا جماعه غير يعني انا يعتبر بتعامل مع الشركه او مع المصنع اللي بيصنع لي الحاجه، بتعامل معاه على ان انا بيوتي سنتر باخد منه كميه. فانا كل ما باخد كميه يعتبر بيقلل لي السعر شويه بحيث ان انا برضو اطلع ليا مكسب. وهل 65 جنيه انا مش كسبانه فيه؟ انا كسبانه بس مكسب قليل، انا راضيه الحمد لله، ربنا بيبارك في القليل. مش كسبانه، انا حارقه في كل قطعه 30 جنيه. يعني انت بتيجي تبص تلاقي نفسك مثلا خدتي مجموعه كده شامبو وبلسم وحمام زي دول كده مثلا، خدنا الثلاثه دول كده، خدنا دول كده المفروض عاملين 300 جنيه تمام. خلينا نتكلم كده بوضوح. الثلاثه دول كده يعتبر كل واحده فيهم 95 جنيه، يعني الثلاثه عاملين 300 جنيه، 185 جنيه 285 جنيه سوري، يعني 300 جنيه. طيب انا بقى بحرق في كل واحده 30 جنيه. ليه بحرق في كل واحده 30 جنيه؟ ايوه انا بحرق في كل واحده 30 جنيه وبرده الحمد لله رب العالمين انا كسبانه كتير قليل. انا كسبانه عشان انا يعتبر بيوتي سنتر بتعامل معاه بجيب كميات، وكل ما اجيب كميه اكتر يعتبر هو بيقلل لي السعر بحيث ان انا اكسب، غير العميل اللي رايح يجيب قطعه قطعتين ثلاثه كده. فانا بجيب منه كميه. انا من دلوقتي كده اقسم بالله العظيم انا طالبه الاوردر بتاع العيد، قسما بالله انا طالبه اوردر العيد من دلوقتي، من هذه الساعه. مجرد ما الاوردر ده وصلني قلت لهم انتوا بتتاخروا، هي دي المشكله ان هم بيتاخروا،
بس الحاجه يا جماعه عايزه اقول لكم ان الحاجه بجد يعني ملهاش مثيل، يعني ملهاش حل. انا عندي حاجات كتير. شايفين الجمال بتاع الشامبو؟ شايفين الكثافه بتاعته؟ سوري، بتاع البلسم ده بلسم تقريبا. ده بلسم اهو. بجد جميل جدا 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 جدا، غايه في الروعه، ريحته جباره، مفهوش امونيا، وهو ده اللي يهمني. مفهوش اي امونيا ولا في اي مواد حافظه، ومش شرط اللي عامله بروتين هي بس اللي تستخدمه. تعالوا نفتح واحده شامبو كده واحنا مع بعض. لا دي مش شامبو. تعالوا نفتح واحده، ادي كده دي الشامبو. نفتح واحده شامبو كده مع بعض. بسم الله. نحاول نقفلها بس كويس عشان ما تتفتحش من حد. انا ماسكه التليفون بايدي وبصور اهو. ده الشامبو بتاعه. بصوا الشامبو، بصوا الجمال. بصوا بيفكرني بمنتج ترزمين، لو حد يعرف ترزم، بس ده اعلى. ده الميزه فيه. مش معنى كده ان حاجه الصيدليه وحشه يا جماعه، حاجه الصيدليه جميله جدا جدا، بس المشكله ان حاجه الصيدليه فيها امونيا، فيها مواد حافظه. انا مش عايزه حاجه فيها امونيا، انا عايزه حاجه تبقى طبيعيه كده. طبعا هم ليه صنعوا لنا، لما صنعوا بروتين ليه صنعوا مجموعات بروتين وحاجات عنايه للشعر للبروتين؟ عشان تحافظ لي على ماده البروتين تبقى موجوده في الشعر مده اطول. ما انا ممكن اعمل بروتين وما امشيش على مجموعه، ممكن فعلا تعملي كده، بس الموضوع بقى هنا هيحصل لك ايه؟ الماده مش هتقعد في شعرك فتره طويله. مش شرط تمشي على المجموعه، بس الاحسن تمشي على المجموعه. يعني بصوا، مش شرط امشي على المجموعه، بس الاحسن ان انت تمشي على المجموعه. الاحسن ان انا امشي على المجموعه. ليه؟ لان انا لو مشيت على المجموعه هحافظ على الماده تقعد معايا فتره اطول في الشعر. وعشان كده هم صنعوا لنا الحاجات دي، عشان الحاجات دي ما فيهاش امونيا، والحاجات دي مضمونه 100%. فانا بقول اللي عامله بروتين او اللي مش عامله بروتين، الكميه اللي عندي اهي، الكميه محدوده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اشوفكم على خير، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واشوفكم على خير. مع السلامه.